برباعية نظيفة الاتحاد وصل للنقطة التاسعة من أمام الرياض في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. الاتحاد فاز بالنتيجة والمستوى اللي كان مبهر بالذات في الشوط الأول. الاتحاد استحوذ في الشوط الأول بنسبة 62% وكان مسيطر بشكل كامل على الملعب. الشوط الثاني الاتحاد استحوذ بنسبة 54% بعد ما خلص المباراة من الشوط الأول. التقييم الإجمالي للاتحاد بحسب سوفا سكور في المباراة أمام الرياض كان 7.34 من 10. الشوط الأول بالنسبة للاتحاد يعتبر من أفضل الأشواط من بداية دوري روشن السعودي إلى الجولة الثالثة. ما شاء الله الاتحاد من بداية الدوري إلى الجولة الثالثة وهو قاعد يقدم مستوى متصاعد. قدام الرايد قدم مستوى جيد، قدام الطائي قدم مستوى أفضل منه. أما بالنسبة لمباراة الرياض هي تعتبر المباراة الأفضل كليا من جميع النواحي. نجوم مباراة الاتحاد والرياض كان نجم المباراة الأول حمد الله اللي حصل على تقييم 9.1 من 10. سجل في المباراة الأولى هدف، في المباراة الثانية هدف، في المباراة الثالثة أمام الرياض سجل هدفين. حمد الله قاعد يقدم مستويات جدا رائعة وممتازة، وكأنه قاعد يرد على منتقديه والناس اللي كانوا يشككوا في وضع حمد الله، خصوصا بالنسبة للجمهور غير الاتحاد اللي قاعد حمد الله قاعد ينجم ويقدم مستويات جدا رائعة ومبهرة، وكأنه قاعد يتحدى بنزيما أيضا بالنسبة للتهديف. حمد الله قاعد يقدم مستويات في الثلاثة جولات اللي فاتت جدا خرافية، ويحسب له أيضا هدف ذكي جدا أمام الطائي. سجل هدف يعتبر من أذكى الأهداف في الدوري إلى الآن. يلي حمد الله بنزيما في المركز الثاني بمعدل 8.6 من 10. بنزيما سوى كل شيء، سجل هدف. تحركات بنزيما بس بحد ذاتها قاعدة تخلي هجوم الاتحاد قوي. وثالثا كورنادو وقروهي اللي حققوا نفس المعدل 8.1 من 10. طبعا كورنادو اصلا من الجولة الاولى والثانية حصل على نجم المباراة وايضا اختير لفريق الجولة. بالنسبة لقروهي طبعا تصدي البلنتي وايضا غير التصدي للبلنتي كان له تصديات قوية، وطبعا قروهي ما يحتاج ان نتكلم عنه، اصلا الكل شايف الاشياء اللي قاعد يسويها. بالنسبة لصالح العمري أيضا يعتبر من نجوم المباراة، لأنه هذه ثاني مباراة يشارك فيها كبديل يسجل فيها. ثاني مباراة على التوالي صالح العمري مجرد ما ينزل للملعب يسجل هدف، فهذا الشيء يحسب لصالح العمري. والمستوى والتحركات اللي قاعد يقدم مستويات جميلة. خصم الاتحاد في الجولة الرابعة المنتشي بالانتصار على الطائي نادي الوحدة. الاتحاد حيقابل الوحدة على ملعب الشرايع يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله تعالى الساعة 9 مساء. الوحدة رغم أنه افتتح الدوري بهزيمة أمام الرياض، لكنه في الجولة الثانية والثالثة فاز على الشباب وأيضا فاز على الطائي. أمام الشباب فاز 3-1 وأمام الطائي فاز 3-0. هذا يدل على أنه هجوم الوحدة يعتبر هجوم خطير. طبعا الوحدة الآن عنده 6 نقاط من أصل 3 مباريات. هجوم الوحدة يعتبر قوي لأنه سجل في 3 مباريات 7 أهداف. أيضا دفاع الوحدة يعتبر جيد ومتماسك لأنه في 3 مباريات تسجل في مرماه هدفين فقط. بناء على أرقامه بناء على الفرق اللي فاز عليها الوحدة باين انها حتكون مباراة صعبة للاتحاد، ولكن نثق في نونو سانتو لعيبة الاتحاد بانهم ان شاء الله انهم قادرين على انهم يحققوا الفوز من امام الوحدة وال3 نقاط. لاعب وسط الوحدة فيصل فجر ومهاجم الوحدة أودين لقالوا نونو سانتو لازم يحط العين عليهم لانهم يعتبروا من كبار اللعيبة امام الطائي. هذه كانت احصائيات نادي الوحدة اللي حيقابل الاتحاد في الجولة الرابعة. إلى هنا حبايبي وصلنا لآخر الحلقة. شاركونا بآرائكم في التعليقات عن مستوى الاتحاد أمام الرياض وأيضا عن توقعاتكم بالنسبة لمباراة الاتحاد والوحدة.